السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في جديد على تاريخ المغرب. المغرب ماشي غير بلاد، المغرب واحد الإمبراطورية اللي حكمات من حدود فرنسا حتى النهر النيجر. بزاف كيسحاب لهم التاريخ بدا البارح، ولكن المغرب عنده جذور ضاربة في عمق الزمان. البداية غتكون مع الأدارسة سنة 788 ميلادية. المولى إدريس الأول جمع القبائل وبنى أول دولة إسلامية مستقلة، ومن تما بدات شعلة الحضارة من فاس. ولكن القوى الضاربة تبدا مع المرابطون، بالضبط مع يوسف بن تاشفين اللي خرج من قلب الصحراء وبنى مراكش وحكم إمبراطورية شاسعة جمعت المغرب، الأندلس وحتى غرب أفريقيا. هو اللي وقف الزحف الصليبي في معركة الزلاقة الشهيرة. من موراهم غيجيو الموحدون، أسود الأطلس الحقيقيين. في العهد ديال عبد المؤمن الموحدي ويعقوب المنصور، المغرب ولا أقوى قوة في البحر الأبيض المتوسط، وبناو صوامع باقية شاهدة بحال الكتبية وصومعة حسان. وجاو المارينيين من بعد يركزوا على العلم والمدارس وبناو فاس الجديدة، وحاولوا يرجعوا مجد الموحدين. ومن بدات الأطماع الأوروبية ظهروا السعديين اللي هرسوا هيبة البرتغال في معركة وادي المخازن الشهيرة، ووصلوا بالمغرب حتى لتومبوكتو في عهد المنصور الذهبي. وأخيرا الدولة العلوية اللي باقية حتى لدابا، اللي جمعات الشتات وحرات ثغور وحافظات على استقلال المغرب وقوته قدام كاع الامبراطوريات اللي طمعات فينا. إلا وصلت لهنا دير لايك، خلي تعليق، وتابع الصفحة باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.